هل تعلمون أيها الأخوة أن أبناءكم الذين يذهبون إلى العراق أنهم يستعملون للتفجير فقط وهم يفجرون؟ هذا ليس قولي ولكن قول مسؤول العراق ومنهم وزراء الداخلية الذي التقيت بهم. السعوديين يؤتى بهم من أجل أن يفجروا، إما أن يضعوا في نفس الحزام ويفجروا في مكان عام، أو يقود سيارة ويقتحم بها مكان ويفجرها. من الذي يموت؟ هل الذي يموت مسؤولين؟ هل الذي يموت جنود لأي جهة كانت؟ لا، الذي يموت أبرياء سواء كانوا رجال أو نساء أو أطفال. فهل ترضون لأبنائكم أن يكونوا أدوات قتل؟ هذا هو الواقع. ثم من يسلم منهم من القتل يعود لنا بأفكار ضال مضلل ويحاول أن يطبقها في مجتمعنا. إذن العمل الأمني بدون عمل فكري لا يكفي. هذا فيروس وجد في جسم هذه الأمة، إذا لم نقتل هذا الفيروس ونصل إليه ونشخصه ونقتله سيبقى. رجال الأمن يقومون بعمليات بتر لعضو فاسد في هذا الجسم، لكن من الذي يحارب ويواجه هذا الفكر الضال إلا العلماء المشايخ، وأنتم منهم، خصوصا الدعاة وأئمة المساجد.